السلام عليكم. قصة ديال اليوم على صحاب السماوي والطريقة اللي كيخدموا بها ولا اللي كينصبوا بها بحال فحال. خليكم مع القصة لأن القصة فيها عبرة واستفادة لكم، ونتوكلوا على الله وندخلوا مباشرة في القصة. القصة ديال اليوم قصة واقعية طرات لواحد السيدة سميتها مينا كانت تحماق على شي حاجة سميتها الذهب اللي خدماتو نصو كتخبيه لدوير الزمان ونصو كتشريه ذهب، منها كتلبسو كتفطح بيه ومنها كتقول حتى هو لدوير الزمان نهار نحتاجو لكاع. عمرها ما تزوجات وللاسف كتيق في الشعوذة. داكشي علاش كانت ساهله. هذا مجرد تعريف بسيط على مينا. كتقول مينا باللي واحد النهار كانت غادا في الزنقه حتى وقف عليها واحد الراجل لابس جلابه بيضاء وهز التسبيح ومعاه واحد المراه. بداو كيشوفوا فيها وطولوا فيها الشوفه هما بجوج. هي ما فهمت والو وحتى هي بقات كتشوف، وهو يقرب من هذاك الراجل ويقول لها بنتي بغيت نهضر معاك. قالت لي مرحبا الشريف، حيت كان كيبان عليه رجل محترم ورجل دين. قال لها بنتي حالتك ما عجباتنيش وسمحي لي. قالت لي مرحبا سيدي، غير قول شنو كاين. قال لها مالكي مضيومه ومهمومه، باين فيك الهم، مالكي وانتي مازال صغيره وزوينه وباينه فيك بنت الدار الكبيره وحاجتك ماشي ديالك، ولكن ما عندك زهر مع البشر. تفاجأت مينا وفي نفس الوقت خافت. قالت لي باش عرفتي هذا الشيء يا سيدي؟ قال لها بنتي ماشي انا، راه الجواد ديالي وهما اللي عرفوا هذا الشيء. قال لها كنتي سميتك مينا والوالده ديالك سميتها شامه وانتي بنت ووسط جوج العزاره، خوتك مزوجين وانتي مازال. قال لها تبغي تعرفي شكون مولات دعوتك وشكون اللي خلاتك بلا زواج وشكون اللي خلات ما عندك زهر؟ نقول لك ولا بلاش؟ شدات فيه وبقات كتطلب فيه هو ديك المراه غير باش يقول ليها. دفع عليها كبير تنفخ هو ديك المراه. تما فين كاينه اللعبه، تما فين كاين اللغز، تما كيفاش كيشدوا الضحيه وتعرفوا كيفاش ينصبوا عليها مزيان. مينا بالنسبه لهم ضحيه سهله لانها وحده كبرت شويه في السن، ما تزوجاتش، باغا مسكينه تزوج باي طريقه، كانت سهله اليوم ما خداوش معاها وقت كتير. كيما قلت لكم هو دفع عليها كبير، وشنو خلى ديك المراه تكمل الخدمه اللي بدا هو، حيت صحاب السماوي كله طريقته وكله كيفاش كينصب وكله كيفاش كيقنع الضحيه. هاد الجوج هادو كيبدا الراجل هو الاول في الهضره لانه راجل كبير وعنده اللحيه وكيبان عليه الوقار وكيبان انه كيف ما قالت لي هي الشريف، يعني احترماته وقدراته. السيده اولا الضحيه كتطيق واللي معاه كتكمل المهمه اللي كيبدا هو. قالت لها صافي خليه ما تسوليش بزاف، جوادو تعصبو حيت انتي ما كنتيش دايره نيتك 100% وهما هادشي كيعرفوه. قالت لها عافاك شنو ندير دابا؟ شنو الحل؟ شنو اللي يخليه ما يبقاش غضبان ويكمل معايا الهضره؟ قالت لها عرفتي شنو غديري؟ دينا معاك لداركم باش يتوضا ويصلي ويرتاح شويه وديك الساعه يكون خير. مينا ما فكرتش بزاف، مباشره داتهم لدارهم. دارهم عايشه غير هي وما، باها متوفي وخوتها مزوجين وساكنين بعاد على دارهم. امها مسكينه من شافتهم تدخلوا عليها تخلعات، ما عرفت باش تبلات، وهي تقول لبنتها اويلا بنيتي شكون هادو؟ ما علمتيني ما ورا عيشتي ودخلتيهم. قالت لها امي شوفي وسكتي ومن بعد راني نشرح لك. امي هاد الناس راه بجوادهم وعندهم البركه، سكتي يا امي ما نبغيهمش يسمعوك. فعلا السيد صلى وارتاح. هو يقول لها جيبي لنا مجمر وشعلي الفاخر، انا ربي صيفطني ليك باش نعتقك وحيت انتي مزيانه ربي لاقاك بيا. فعلا حضرات المجمر والفاخر طلباتو غير من عند الجاره، شعل الفاخر ودار فيه شي بخور ديما عنده في واحد الصاك.
ديك المرة اللي معاه هي اللي هزات المجمر وبدات كتبخرها وكتقرا عليها شي تخربيق، اكيد ماشي قران وحاشا لله، هادوك الطلاسيم ديالهم والتعازيم ديالهم اللي كيقراو. ما بقاتش عارفه اشنو كدير. قالت ليها عندك فلوس، عندك الذهب، تما فين عندك الخدمه بنتي، اري نبخرهم ليك. نقزت مينا بلا ما تردد، ديما كتزرب وكتسرع. قالت ليها عندي فلوس في البنكه ولكن الذهب كاين نجيبو لكم. قالت ليها لا، وهي تحط المجمر. قالت ليها لا، بغينا الفلوس والذهب نبخروهم تما بنتي فين عندك الديار باش تفكي وتزوجي الا بغيتي. قالت ليها ما عنديش دابا كيفاش نمشي نجيبهم، كيف ما كتعرفوا البنكه دابا مسدوده، وحتى الا بغيت نتيريهم ما خرجوش ليا المبلغ كامل اللي عندي، وانتم قلتوا خاصني نبخر كلشي. قالوا لها واخا ماشي مشكل، غدا ونرجعوا عندك. قالت لهم ولكن قولوا لي غير شي حاجه من السيده اللي دايره ليا وشكون، وبغيت نعرفها واش مرا ولا راجل اللي ساحرين ليا. هو يقول لي ساحره ليك، ما طويله ما قصيره، وعندها علامه في وجهها وديما معاك لاصقه فيك وكتغير منك، هي اللي خدمات ليك باش حتى واحد ما يدق باب داركم ولا يطلبك للزواج. قال لها عرفتي شنو، حنا غادي نمشيو وغدا نرجعوا كيف قلنا لك، نبخروا لك الفلوس اللي عندك والذهب ديالك، وهذا الشيء اللي وقع ما تقوليها حتى شي واحد، خلي هذا الشيء مسور باش ربي يسهل فيه. صافي. قالت لهم صافي. مشاو في حالاتهم وخلاو مينا مريضه وكتفكر شكون هي هذه الطويله القصيره، شكون يدير لي فيها خاله في وجهها اولا علامه في وجهها. خلاوها كتقلب وكتفكر، غات حماق مسكينه، واش شكات في العائله كامله، شكات في صحاباتها، شكات في جيرانها، شكات في بنات حومتها. خلاوها كتخمم وهي راه ما كاينه حتى شي حاجه من هذا الشيء، هذيك هي هضره قالها وخلاها تفكر فيها ومشى. غبره وحده تا 7 ايام، تا قالت صافي راه ما غاديش يجيو. تا لواحد النهار سمعت الدقان في الباب، حلات لقاتو، فرحات وبغات طير بالفرحه. قالت لهم من نهار مشيتو ما نعس ما شفتو، وخاصه من تعطلتوا عليا وما رجعتوش، صافي قلت واقيلا عمركم ما تجيو عندي وما غاديش تعاونوني. دابا عاد رجعت فيا الروح، تهلات فيهم وكرماتهم. كيف ما كتعرفوا حنا المغاربه معروفين بالكرم وبالضيافه. المهم خلات ما حطات، هو يقول لها ايوا دابا من ارتاحينا وكلينا وشربنا، وار لي يا بنتي واحد المجمر والفاخر، وار يا بنتي ديك البركه اللي عندك ديال الذهب والفلوس، ياك واجدين بعدا. قالت لي واجدين الشريف. حطاتهم ليه، خداتهم ديك المراه من عندها وحيداتهم من داكشي اللي كان جامعهم فيه وحطاتهم فوق الطبله، وبداو كيبخروا فيهم، كيبخر فيهم وكيعزم عليهم وكيقرا عليهم على اساس زعما داكشي اللي تيقول هو اللي غادي يفك السحر اللي فيهم. بقى خدام ودار واحد العجاجه ديال البخور، هذاك البخور تما فين كاين الخدمه. داك البخور خلى مينا هي مرفوعه، هي جالسه معاهم كتشوف كتسمع، ولكن شحال من حاجه كدير هي ما كتنتبهش ليها. وجمع دوك الفليسات وهي كتشوف بعينيها، وجمع دوك الذهب وهي كتشوف بعينيها، ودارهم في واحد الرزيمه اللي هي ديالتها، هي اللي عطاتها ليه وعطاهم ليها. قال لها هادو بنتي غادي تشديهم وغديريهم في الماريو لمده ديال 3 ايام، ما تحلي عليهم ما تطلعي عليهم ما تقربي جهتهم. داكشي اللي كان داتهم خباتهم ورجعات. من رجعت عنده بغات تبقى تبحث فيه، شكون هاد الطويله القصيره ما قلتيش ليا خليتيني كنفكر. المهم كثرت فيها الهضره. هنا كتدخل ديك السيده اللي كتكون معاه دائما، قالت لها بركه هو خدم والجهد ديالو حطو كامل في هاد الخدمه اللي خدم لك على الذهب والفلوس، ما يقدرش يعطيك سر لان داكشي كيدير ليه على صحته وكنقص ليه من الصحه ديالو. انتي ما عندك علاش تعرفيها شكون ولاش كتجيك، واش قريبه منك ولا بعيده. اللي كيهمنا حنا دابا هو انك تفكي ان شاء الله وتزوجي حتى نتيا وديري وليداتك، بنت في حالك زوينه على نزيناتها من حقها حتى هي يكونوا عندها وليداتها. اقتنعت بك الهضره وقالت لهم صافي واخا، حتى انا هادشي اللي بغيت كيف ما قلتو من الاحسن ما نعرفهاش. عطاها واحد الماء، قال لها هذا غتبقاي تشربيه لمده ديال 3 ايام، ولكن الماء اللي غادي نعطيك ما يشربو معاك حتى شي واحد غير بوحدك.
شربي كاس في الصباح وكاس في العشيه. منين تسالي شرب الماء غتجي هي هذيك 3 ايام مع اللي قلت لك باش تحلي على الامانه ديالك. بهكايا غادي تكوني تفك ليك السحر. كيف ما قلت لك الماء شربيه بوحدك، وديك الامانه ما يحل عليها حتى شي حد. وكيف ما قلت لك عاوتاني حتى شي حد ما يعرف اشنو درتي باش تيسر لك الامور. فرحات ملي بغات تخلصوا قال لها حشومه انا هادشي درت معاك غير في سبيل الله، انا حاجه وحده ادعي معايا ملي تفكي. ولكن قال لها حتى انا راه بغيت نقول لك شي هضره. قالت لي فحالاش؟ قال لها بنتي انتي راه بجوادك غير ما عارفاش، انا اللي حاس وانا اللي عارف. حتى الخدمه ديالك كانت صعيبه عليا، انت راه تقدري تخدمي راسك. ولكن قال نصيحه مني ما عندك بنتي ما ديري بهذا الشيء، هذا الحال صعيب وما نبغيش لك، خليك ما عارفه والو حسن. وبدا كيدعي مع دوك الادعيه ديال الاضرحه. انا بغيتك الفوق الفوق، عمرك تخيبي وعمرك تعيبي، ديما منصوره وديما منوره، والله يعطيك على قد نيتك. البوها ليا المرضيه. السيده تاقت وعجبها الحال وعجبات هذيك الهضره اللي كنت يقولها السيد. هو كلمه والسيده اللي معاه كلمه. ومع السيده شبعانه هموم واكتئاب وهي ما عارفاش واش فيها اكتئاب ولا ما فيهاش. ديك الهضره جات على قلبها وبدات كتبكي وتبكي وخوات قلبها بلبكه. هو يقول لها شي دابا تفاجيتي؟ قالت ليه قال لها ورا البخور والماء اللي عطيتك اللي شربتي منه دابا كاس. انا راه الشريف وربي قال لها وقفني في طريقك باش نعاونك. المرضيه باينه فيك، قال لها مرضيه تموينتك، وهي حيت مسكينه هبيله ماشي بوهاليه كيف قال ليها طاقت. مشاو في حالاتهم ما تخلصوا ما حتى شي حاجه. داز 3 ايام ومينا كتشرب في داك الماء كاس في الصباح وكاس في العشيه. ما عمرها وصلت لداك المريو حتى داز 3 ايام. تما كانت الصدمه. مشات حلات المريو لقات الذهب حجر والفلوس غير وراق على قد الفلوس ومدور عليهم لاستيك. زعما كيف ما جبتيهم من البنكه كيف ما باقين. تخيلوا الانسان يسرقك بالمعرفه وبخاطرك، كيديلك فلوسك وانتي كتشوفي اولا انت كتشوف. ما وقف عليك في الزنقه، ما داهم لك الصحه، ما دخل لدارك سرقك، ما حتى شي حاجه، عطيتيهم ليه بيديك وخداهم لك. غوتات طاحت ناضت سخفات فاغت كلشي دارتو في دقيقه واحده بالصدمه. ما هضرات ما تكلمات، بقات غير كتشوف. وهي تمشي عند البوليس عاودت لهم كلشي ورجعت بحالها. مرضات فيها شحال مسكينه، رزقها ما تمتعات فيه ما تفضحات فيه، كانت كتخدم وكتكرفص، شي كتخبيه في البنك وشي كديرو دهب. تقول كانت خدامه عليهم، خدمات سنين عليهم. هادشي اللي كاين، كيجاو هما يداوها بارده، داز الوقت وهما يتشدوا. اصدقوا سيادي عصابه مفرقه في الاحياء، تشد واحد منهم وهو يجبد كلشي. والبوليس بقاو كيعيطوا لاي واحد مديكلاري بشي اولا عنده محضر على السماوي. مينا تعرفات عليهم ولكن للاسف ذهبها وفلوسها مشاو، حيت هما كانوا عصابه كيف ما قلت لكم كيدوروا في الاحياء. ومن الليل كيتجمعوا في واحد الدار كرينه، وكل واحد عليه نصب كيتحط في ديك الطبله وكيتقسم داكشي بالتساوي. كل واحد كياخذ حقه وكيمشي في حاله. واكيد اللي خدا شي ذهب راه كيتصرف فيه واللي خدا شي فلوس راه كيخسرها. يعني منين تشدوا ما غيردوا الناس حتى شي حاجه. بداو كيبحثوا معاهم البوليس وكيفاش كيتعرفوا على الضحايا وكيفاش كيعرفوا شويه من اسرار الضحايا. هادو اللي نصبوا على مينا كانوا كيدوروا في الحي ديال مينا. بانت ليهم في واحد المحل اولا واحد الحانوت بقال كتقدم من عنده، حتى هما دخلوا خلا واحد اخر جات وما يجمعوا مع مول الحانوت. كيف ما قلت لكم راجل تيبان عليه الوقار وراجل معقول والمراه حتى هي. كيديو كيجيو معاه في الهضره وكيتقداو من عنده مجمعين معاه وبقاو كيسولوه على مينا. والاخر بقى كيعاود بلا سوالات انها مسكينه مزوجات وعايشه هي امها وانها
كضرب تماره وخوتها مزوجين وما عايشينش معاها. المهم جميع المعلومات اللي غيستافدوا منها هما اولا يخدموا بها خداوهم عند مول المحل، سميت ما شنو سميتها، بزاف ديال الحوايج. حتى من ديك صاحبتها اللي ما طويله ما قصيره هو عطاهم النعت انا عندها واحد صاحبتها وما كتفرقش معاها، ولكن ديك صاحبتها تزوجات ودارت مستقبلها وما بقاتش معاها. هادشي كلشي استغلوه وخدموا به ضد مينا. غتقولي ما يمكنش، ودابا غير مول الحانوت الانسان يوقف معاه غيعاود كلشي. كاينين الناس اللي هما خبره كيفاش يطلعوا منك الهضره، خاصه صحاب السماوي هذيك هي خدمتهم، هما طريقتهم عندهم باش جروا منه الهضره. وكاينين شي ماين الحوانات الله يهديهم خاصك غير توقف معاهم ويبداو يعاودوا لك على كل ما طرا هذيك الحومه، حتى لا ما حضرتيش ولا ما كنتيش كيعاودوا لك كلشي. وهنايا تلاقاو هذاك السيد كما تقول حنا بروال تيعاود بزاف، وهمايا عندهم طريقتهم باش خلاوه يعاود كلشي. استغلوا داكشي وخدموا به للاسف ضد مينا. هادشي هما اللي اعترفوا به قدام البوليس، وهادشي اللي قالوا حنا ما كنخدموا ما فقها، ما كنديروا كارطه، ما كنهزوا خط، ما حتى شي حاجه. عندنا طريقتنا في النصب كانت هي هذه، كنعرفوا نهضروا، عرفنا كيفاش نستغلوا مينا. ومينا كانت من الضحايا ساهلين للاسف. وبالنسبه كيفاش كنردوا الذهب والفلوس الحجر اوراق، حنا كنكونوا من قبل موجدين رزمه فيها الحجر ورزمه فيها الوراق، وكنكونوا هازينها معنا دائما في الصاك اللي تيكون عندنا اللي فيه البخور. اما الضحيه كنلاهيوها بالهضره والبخور، وكنعرفوا الوقت اللي غادي نبدلوا الرزمات. هي كتكون منهاره بالبكا حيت انا كنكون قبل قلت لها شي هضره اللي كتاثر فيها وكتخليها تبكي، والسيده اللي معايا كتكون حتى هي ملاهيها بالهضره وكتحزرها وكتبقى تدعي معاها وكتبقى تقول انا ربي غيبدل الحال من الحال. المهم كتخليها كتهضر معاها. تما انا فين كنغير دوك الرزمات اللي كنكون انا موجد من قبل، والضحيه ما كدي ما كتجيب. اما الضحيه اللي كنلقاو في الزنقه حتى هي نفس الطريقه تقريبا، هي كتكون شويه صعيبه على الضحيه ديال الدار. السيده اللي معايا كتبقى تلاهيها بالهضره وكتبقى تقاد لها حويجاتها زعما راها كتحن فيها وكتبقى تهضر معاها شي هضره، حتى كنحاولوا نخليوها حتى هي تبكي. حنا كنعرفوا اشنو تنقولوا، حتى كتبقى حتى هي مسكينه تبكي، كتبقى تعنقها وتحزرها. وانا تما فين كنبقى نبدل هادوك الرزمات اللي تيكونوا على حسب الضحيه شنو جابت. الا جابت الفلوس راه انا تكون عندي رزمه ديال الفلوس كنغيرها، جابت الذهب كتكون عندي رزمه ديال الحجر كنغيرها، جابتهم بجوج كنغيرها. المهم اللي جابت حنا كنكونوا موجدين راسنا، وبهكا حنا كنصبوا على الناس. حنا كنديروا السماوي انواع، كاين حتى وحدين مختصين في الكنز، هادوك واعرين، هادوك كيستهدفوا غير الوليدات الصغار، تيبقاو يدوروا في الاحياء وكيديروا راسهم دايزين، كيشوفوا شي وليدات صغار كيلعبوا كيديروا راسهم كيلعبوا معاهم ولا كيعطيوهم حلوه ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت يكونوا كيفليهم غير بعينيهم. كيشوفوهم هما الزهريين، يلقاو الزهري من يديه ولا من عينيه ولا حتى من الراس، حتى من الراس هنا الوسط كاينه بحال واحد الشكل بحال النخيله، هادوك تيكونوا حتى هما زهريين. تما يتم الاختطاف ديال الدراري الصغار وكيديهم وكيخدموا بهم باش كيجبدوا الكنوز، حيت الجين اللي كيخدم معاهم كيامرهم باش يجيبوا شي وليد يكون زهري. داكشي علاش حضروا وليداتكم وردوا البال ليهم، ما تثقوا حتى شي واحد، والعلم لله، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم الغيب، والارزاق بيد الله. راه مكتبك تزوجي غتزوجي، مكتبك تخدمي غتخدمي، راه ما تحتاجيش تيجي الشريف هو اللي غيزوجك ولا هو اللي غادي يخدمك. نتمنى بالنسبه للناس اللي سمعوا القصه وعجباتهم واستفدوا منها ما ينساونيش بواحد اللايك ويديروا معاهم الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يبقى يوصلهم كل جديد، وشي تعليق يكون زوين ويكون عنده علاقه بالقصه ويقول لي اشنو استفدوا من القصه. سلامه.